الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب، اللهم أنت ملك من في السماوات وملك من في الأرض، لا ملك فيها غيرك. اللهم أنت جبار من في السماوات وجبار من في الأرض، لا جبار فيها غيرك. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، تحية طيبة مباركة من عند الله. ها هو رمضان قد أقبل، ها هو الضيف الكريم والوافد الحبيب قد هل هلاله وآن أوانه. فرمضان أوان التائبين، أوان المخبتين والمنيبين، وجماع ذلك كله رمضان أوان المرابطين على ثغور الوطن والمقدسات، فضلا عن ثغور النفس والشهوات. ها قد أتى رمضان لكنه حزين كئيب. ها قد أتى رمضان هذا العام وهو يشكو إلى مولاه جحود الأباعد ونكران الأقارب، يشكو ظلم البشر وتسلط الأعداء، يئن من جبروت الخارج وخور الداخل، يشكو ضعف الهمم وعجز الثقات. لكنه في الوقت نفسه رمضان هذا العام يتنسم عبير العزة والكرامة من جهة فلسطين، ويستنشق رياحين الأنفة والفخار من جهة غزة، علها تنفخ في الأمة وتبعث فيها روحا جديدة لمعاني الحرية والكرامة والعزة والتمكين. نستقبل رمضان ونحن في الساعات الأولى من هذا الشهر المبارك، أو في الليلة الأولى منه، بالبشارة الربانية على لسان خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فرمضان نفحة إلهية وفرصة ربانية تنتظره قلوب المحبين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، رمضان يعني لنا الكثير، فهو محطة التنقية والتطهير والتصفية للقلب والروح. رمضان محطة الاستيقاظ وإعادة ترتيب الأوراق من جديد. رمضان محطة الهمم المتجددة والعزائم الماضية، هو محطة تسطير مواقف وعهود جديدة مع الله عز وجل. رمضان باختصار فرصة للتغيير. إخواني، أخواتي، يقول ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن من أعظم هدايات القرآن أن نقيم الصلاة، وأن نحفظ الصيام، ونحقق مقاصد العبادات، وأن نفعل الخيرات ونهجر المنكرات، ونقيم الجهاد، ولا نخشى في الله لومة لائم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوان، أيتها الأخوات، رمضان مناسبة للجود والسخاء والعطاء، الجود بالمال والأخلاق، فصلوا أرحامكم ومن قطعكم، واعفوا عمن ظلمكم، ولينوا بين أيدي إخوانكم، واخفضوا لهم جناح الذل بصدق الإخاء، وانشروا الفضيلة وحاربوا الرذيلة، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وارفعوا راية القرآن والعدل والسلام بين الأنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال أيضا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم إخواني أخواتي، رمضان أوان المرابطين، فقد قال ربنا سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، رمضان شهر الجهاد، شهر الصبر، شهر الانتصارات والفتوحات، ولم يكن يوما في تاريخنا شهر الكسل والدعة والاسترخاء. لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة 10 سنوات ملأها بالجهاد في سبيل الله، كلها غزوات وسرايا وجهاد وبذل وتضحيات. تلكم هي أهم مشروعات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كان يغزو ويخرج بنفسه مع صحابته ويرسل البعوث والسرايا، وكان يخاطب جبابرة الأرض يدعوهم إلى عدالة السماء، وأمر أصحابه بهذه العبادة العظيمة، ودربهم على الجهاد في سبيل الله، كما أمرهم بذلك ربنا سبحانه بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالجهاد فريضة الله الماضية إلى قيام الساعة. أختم كلمتي هذه لأقول لكم أن الذي أمرنا بفريضة الصيام بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو من أمرنا بفريضة الجهاد بقوله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخيرا، لا بد للقلم من أن يخط شيئا عن الجرح النازف في غزة، ولا بد للوقوف شيئا قليلا مع المذبحة والمجزرة المفتوحة بحق أهلنا في غزة. لا بد من الحديث وإن كان اللسان يعجز عن وصف ما يجري على أرض غزة الجريحة الصابرة الثابتة المعلمة والملهمة، فلساننا في وصف بطولات رجالها
وصبر نسائها وتضحيات أهلها يثقل، فوالله هم من أيقظوا عزائمنا بعد أن نامت طويلا. ألا ما أرخص وأقل ما نقدم في جنب ما يقدمون. فيا أبناء الجماعة، إخوة وأخوات، دوركم عظيم وتحدياتكم كبيرة ومسؤوليتكم جسيمة، والآمال معلقة عليكم وعلى أمثالكم من أبناء الأمة بعد الله سبحانه وتعالى. أهل غزة ينتظرون منكم طوفانا، وعلى المستويات كافة ينتظرون طوفانا مكافئا لطوفانهم، طوفانا ضاغطا على المستوى العمل الشبابي والجماهير والطلاب والعلماء والمؤسسات والسياسي والاقتصادي والمالي. نحفز الأمة ونستحث الخطى، ويتوج ذلك بطوفان على مستوى الجهوزية والاستعداد العالي للتضحية والبذل، بطوفان على مستوى الفعل الجهادي المقاوم للعدو الجاثم على أرضنا في لبنان والمدنس لمقدساتنا على أرض فلسطين. إخواني، أخواتي، وأنا أعلم أنكم طلاب جنة لا طلاب دنيا، فهلموا للعمل الجاد والذي سيحدث الفارق بإذن الله. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يا أبناء الجماعة، أطفال غزة ورجالها ونساؤها وأهلها جميعا في حرج وضيق وشدة، وقد احتشد العالم كله للقضاء عليهم ولسحقهم، فلاحقوهم بالدعاء المتواصل وتحينوا ساعات الإجابة. فسبابة المجاهدين على أرض غزة على الزناد، وسبابتكم تستغيث برب العباد، ولن يخذل الله المجاهد الذي يتدثر بدعاء ألف داع وعابد. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. انصر عبادك المجاهدين على أرض غزة، سدد رميهم يا الله، داوي جرحاهم يا الله، تقبل شهداءهم يا الله، فك قيد أسراهم يا الله، واخذل عدوهم ومن تآمر عليهم يا رب العالمين. ونسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يصومون رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقومون رمضان إيمانا واحتسابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.